تعالوا نعمل مع بعض احلى سلطه باستا بالتونه وبالخرشوف. ازيكم احلى ناس في العالم، انا عمرو حلمي والنهارده جاي اقول لكم احلى واسرع وصفه باستا بالتونه. النهارده هستخدم فيها باستا سيتشيليانو الشكل الفوسيلي. تعالوا نبدا على طول. اقول لكم المكونات: باستا سيتشيليانو فوسيلي، تونه معلبه، طماطم شيري، خرشوف، ذره حلوه، زيتون، بصل احمر مفروم، كرفس مفروم، فلفل احمر حار مفروم، كابريو ده اختياري، ريحان للتزيين، وريحان مايكرو جرين بس ده برضو اختياري، خل بلسمك مكثف او خل بلسمك عادي، ملح وفلفل، وزيت زيتون. اول حاجه هنملح الميه كويس جدا وبعد كده ننزل عليها الباستا الفوسيلي. الوصفه دي مفيش اسهل منها. اول حاجه هحط زيت زيتون في بوله، ملح، فلفل، ريحان مفروم، خل بلسمك، شويه من الكرفس، شويه من الفلفل الحراق حسب الحاجه، وشويه من البصل الاحمر. هقلب كل الصوص ده مع بعضه. هنعمل ايه؟ هنخلط كل المكونات دي مع بعض وهوريكم ازاي نزينها ونحط عليها الباستا بعد ما تبرد. الباستا كده بقالها تقريبا 7 دقايق بيرفكت. يلا نطلعها من الميه واوريكم هنرصها ازاي. الباستا دلوقتي طلعت. هعمل ايه؟ هنزل كل الخضار اللي هنا اهو ده بكميات انتوا بقى تحددوها، وهجيلكوا وانا بحط الدريسنج. دلوقتي بقى هحط الدريسنج الخطير اللي عملناه ده، سبته في التلاجة شويه قبل ما الباستا تتسلق، وهقلب كل الحلاوه دي وهوريكم المنظر النهائي. اخر حاجه هعملها ان انا هحط المايكرو جرينز دي او الريحان المايكرو الصغنن جدا ده، والريحان كمان البيبي اللي عندي ده ريحان عادي هيقوم بدورهم هما الاثنين عادي جدا لو ما عندكوش المايكرو جرينز. واخر حاجه الخل البلسمك المركز او الخل البلسمك العادي اللي موجود عندكم. بصوا بقى، دي احلى سلطه باستا بالتونه هتاكلوها في حياتكم. جربوا التويست بتاع الخرشوف ده، صدقوني بيليق جدا ومكون ايطالي اصلي، كمان في معلب في السوبر ماركت ممكن تشتروه. جربوا الوصفه بتاعت السلطه دي واعملوا لي منشن انا وسيتشيليانو لما تنزلوا صورتها عشان نشيرها لكم. وبالف هنا وشفا.